مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم من الفضاء الإريترية. نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. الوفد الروسي على المستوى يغادر البلاد مختتما زيارته لإريتريا. حفظ رقمي لسجلات هيئة النقل البري. شرطة المرور تنظم سيمينارا للسائقين في إقليم الكاشمركة. أول مناورات عسكرية رباعية في بحر جنوب الصين. المكسيك تقطع علاقاتها مع الإكوادور بعد اقتحام الشرطة سفارة مكسيكو. زلزال يهز مدينة نيويورك والساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. قدر وفد روسيا الاتحادية على المستوى برئاسة نائب قائد القوات البحرية الأدميرال فلاديمير كاساتونوف البلاد صباح اليوم من مطار مسوع الدولي بعد زيارة بدأت من الأول من أبريل بمناسبة الذكرى 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين إريتريا وروسيا الاتحادية. وأجرى الوفد خلال الزيارة لقاء مع الرئيس سياس أفورقي في مصوع وأسمرة حول تمتين العلاقات الثنائية، وقام بزيارة تفقدية لمواقع التنمية والبنى التحتية في إقليمي شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر والمباني الأثرية والتاريخية في العاصمة أسمرة. وكانت السفينة العسكرية الروسية مارشال شابوشينكوف التي زارت مصوع من 28 من مارس الماضي قد غادرت مصوع أيضا يوم أمس 5 من أبريل. تقوم هيئة النقل البري بجهود لضمان تقديم خدمات كفؤة وفعالة من خلال إدخال خدمة حفظ المستندات الرقمية. وأوضح مدير فرع السجلات والترخيص السيد يوسف تسفاي لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا أن أهمية العمل يتجاوز حفظ الملفات ويستخدم كمرجع للجهات الشريكة ومكتب الإيرادات الداخلية والتأمينات والمحاكم والشرطة وشرطة المرور. وذكر مسؤول وحدة السجلات السيد سفاو كفلي بالأرقام والرخص المقدمة للسائقين والسيارات. وأشارت مسؤول الشؤون المركبات السيدة أسمرت قرماهي أن السجل هو العمود الفقري لأنشطتهم اليومية. عقدت شرطة المرور في إقليم الكاشمركة اجتماعا يوم 5 من أبريل في مدينة بارونتو لحوالي 300 من السائقين وأصحاب الشاحنات الكبيرة والسيارات الصغيرة وأصحاب ورش السيارات وورش الحدادة ومدارس قيادة السيارات للحد من الحوادث الناجمة عن المخالفات المرورية والإهمال. وأوضح مسؤول شرطة المرور الرائد نر آيوتس أجاي بالرغم من أن حوادث المرور فجائية وتحدث في أي مكان وزمان، إلا أن زيادة وعي السائقين بشأن استخدام الطريق وقواعد المرور وجودة السيارات بإمكانها التقليل من الحوادث. وقال أن القيادة رغم ضعف النظر والسمع والقيادة تحت تأثير الكحول وانخفاض الكفاءة والحمولة الزائدة من الأسباب الأكثر شيوعا للحوادث المرورية. وذكر مسؤول تحقيقات حوادث المرور السيد سياس برهاني أن 128 حادثا مروريا وقع في الربع الأول من هذه السنة وتسبب في مصرع 111 شخصا وإصابة 190 شخصا بجروح وأضرار مادية بقيمة حوالي 2,000,000 أقفى، داعيا جميع الجهات المعنية وخاصة السائقين لتعزيز دورهم في الحد من الحوادث. وأشار إلى الاستمرار في العمليات الرقابية والبرامج التثقيفية للحد من الحوادث المرورية وزيادة وعي السائقين. واقترح المشاركون بأن يلتزم أصحاب الدراجات بقوانين المرور وإزالة الأضواء الإضافية التي يتم تركيبها في السيارات لإمكانية تسببها في الحوادث المرورية. نظم مكتب الزراعة في مديرية غرداس سيمينارا لتجار المنتجات الزراعية والألبان واللحوم والأعيان حول ضمان السلامة الغذائية. وأوضح مسؤول المكتب السيد تدروس زاري قرقيش أن الهدف من السيمينار هو رفع وعي المنتجين والموزعين وتجار المشتقات الحيوانية والتعريف بالأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن سوء عملية الإنتاج والتخزين والاستخدام غير الآمن. وقال أن ضمان سلامة الغذاء ليست مهمة المنتجين والموزعين وحدهم، وعلى الخبراء والجهات الحكومية والمستهلكين زيادة وعيهم والمساهمة في ضمان السلامة. ودعا مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية في مديرية غرداس السيد تخصص برهانس المشاركين على اتباع النصائح المهنية والمبادئ التوجيهية المقدمة لهم لإنتاج وتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين لارتباط سلامة الأغذية بصحة الإنسان مباشرة. وأشار المشاركون إلى أن التنوير المقدم يدفع لتحسين الوسائل المتبعة وجعل سلامة الأغذية أولوية، داعين لتقديم التنوير أيضا لأصحاب الماشية والبساتين. في غضون ذلك اتخذت إدارة مدينة غرداس إجراءات للتخلص من السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية بالتنسيق مع وحدة الصحة العامة وشركاء العمل الآخرين والتي ضبطت بأعمال التفتيش.
وذكر مسؤول وحدة القانون والنظام السيد سقاي تخلهيمانوت تغريم التجار المخالفين. وأفادت خبيرة الصحة العامة شابة ميكائيل تقديم النصح والإرشاد للمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفات. تحقق عيادة أفعايون في مديرية هابرو تطورا ملحوظا في مجال رعاية الأمومة والطفولة من خلال رفع مستوى الوعي الصحي العام. وأوضح مسؤول العيادة مساعد التمريض عثمان علي أن اعتاد النساء الحوامل اللواتي يلدن ويقمن بالمراجعة الصحية بالعيادة في تزايد نتيجة أنشطة التوعية الجارية. وأشار إلى القيام بأعمال إصحاح البيئة ودفن البرك ورش المبيدات وتوزيع الناموسيات لمكافحة الملاريا، مشيدا بدور ومساهمة السكان. ودعا إلى الدفع ببرنامج تجميع القرى وسد نواقص الكادر الصحي لتقديم خدمات أفضل. هذا وتقدم عيادة أفعايون الخدمات الصحية لسكان ضواحي أفعايون بالإضافة إلى مواكي وحيناب. من جهة أخرى تقوم مدرسة فلفل المتوسطة والثانوية بجهود لتحسين قدرات الطلاب عامة وطلاب الصف 11 خاصة. وقال مدير المدرسة الأستاذ إسماعيل محمد لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا أن 241 طالبا من بينهم 79 طالبة يدرسون في الصف 11 هذا العام ويحصلون على تعليم إضافي كجزء من البرنامج. ودعا الطلاب لاستغلال الفرص التي أتيحت لهم لتأمين مستقبلهم المشرق. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان والفلبين عزمها إجراء أول مناورة عسكرية بحرية وجوية مشتركة في مياه بحر جنوب الصين المتنازع عليه، فيما يبدو استعراضا للوحدة بمواجهة النفوذ البحري الصيني. وأفاد بيان مشترك لوزراء دفاع الدول الأربع الساعية لمواجهة نفوذ بكين في المنطقة بأنه من المخطط أن تبدأ المناورات المشتركة يوم الأحد. وذكر البيان أن السبب وراء إجراء المناورات المشتركة في المياه التي يعتبر أنها تابعة للفلبين هو لإظهار الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادي. وتأتي المناورات لقوات الدول الأربع في بحر جنوب الصين الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بالكامل تقريبا قبل أيام من عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أول قمة ثلاثية مع زعيمي الفلبين واليابان. وتصاعدت التوترات الإقليمية في المنطقة مع تزايد مطالبة الصين بالسيادة على بحر جنوب الصين الذي تطالب به أيضا الفلبين واليابان وتايوان. علقت المكسيك العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور على خلفية اقتحام السفارة المكسيكية في كيتو. وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن بلاده ستقطع علاقتها الدبلوماسية مع الإكوادور بشكل فوري بعد أن اقتحم ضباط من الشرطة الإكوادورية بالقوة السفارة المكسيكية واحتجزوا نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس. وغلاس هو المطلوب الأول ربما في الإكوادور، وكان يتواجد في السفارة ساعيا إلى الحصول على اللجوء السياسي ويواجه تحقيقات تتعلق بالرشوة والفساد. وحطمت الشرطة الأبواب الخارجية للمقر الدبلوماسي المكسيكي في العاصمة الإكوادورية ودخلت الفناء الرئيسي. وقبل ذلك بيوم تصاعدت التوترات بين البلدين بعد أن أدلى الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بتصريحات اعتبرتها الإكوادور مؤسفة للغاية بشأن الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا. أشارت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية إلى وقوع زلزال هز مدينة نيويورك ذات الكثافة السكانية العالية وقد شعر به أكثر من 42 مليون شخص. وضرب هذا الزلزال الذي بلغت قوته الأولية 4.8 درجة ومركزه على بعد حوالي 45 ميلا قرب مدينة نيويورك و50 ميلا شمال فيلادلفيا. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات في المدينة، إلا أن نظام القطارات سجل بعض التذبذب بسبب التدابير الاحترازية. وذكر هذا الزلزال بعض السكان بزلزال عام 2011 الذي بلغت قوته 5.8 درجة في ولاية فرجينيا والذي أدى إلى عمليات إجلاء في مدينة نيويورك بما في ذلك مجلس المدينة وتسبب في أضرار بواشنطن. في الخبر الأخير، هبطت كبسولة سويوز الروسية في كازاخستان بسلام قادمة من محطة الفضاء الدولية وعلى متنها طاقم من 3 أفراد بعد انتهاء مهمتهم. وقالت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس أن عملية الهبوط حدثت على أرض عشبية بالقرب من مدينة جيز كازاجان بجنوب شرق البلاد. وكان على متن الكبسولة سويوز رواد فضاء من أمريكا وبيلاروسيا وروسيا، وخضع الثلاثة على الفور لفحص طبي. وكان من المقرر أن تسافر رائدة الفضاء الروسية في مهمتها الرابعة إلى محطة الفضاء الدولية قبل يومين، لكن تم إلقاء الرحلة في اللحظة الأخيرة بسبب مشكلات فنية، ولم ترد أي أنباء عن مشكلات في رحلة العودة.
في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الوفد الروسي على المستوى يغادر البلاد مختتما زيارته لإريتريا. حفظ رقمي لسجلات هيئة النقل البري. شرطة المرور تنظم سمرانا للسائقين في إقليم الكاشمركة. أول مناورات عسكرية رباعية في بحر الجنوب والصين. المكسيك تقطع علاقتها مع الإكوادور بعد اقتحام شرطة سفارة مكسيكو. زلزال يهز مدينة نيويورك والساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.